من موقع جبل الأقوى وريتا بشارة معكم مباشرة من دار سعة النائب سيمو أبي رمية من أهمج، وإلى جانبي رئيس بلدية غلبون المهندس إلي جبرايل. أول شيء رئيس مساحات لي فرصة بدنا نقول لك مبروك، وحضرتك على طول نشيط ويعطيك ألف عافية. اليوم هيك تعقيبا على زيارة وزير الأشغال إلى جبيل، شو بتحب تقول له هون؟ أنا بالحقيقة قبلته بالوزارة، طلبنا منه عدة أشياء. أهم شيء إنه جبيل هي ضيعة، هيدا قضاء كتير مهمل من قبل الوزارة، وخاص مش يمكن بس هو، يعني عدة أقضية وأماكن بلبنان بدها شغل. بس هون عم نلاحق نحن كرؤساء بلديات اكيد ونواب المنطقه والى اخره. هلا بهمنا نرجع ندرس نحن وياه الاولويات تا نعمل شو بيسموه كرايسيس مانجمنت بروجرام لهيدا الوقت. بس الاهم هو بالمستقبل المشاريع الاستراتيجيه اللي بدها شغل. في عنا طريق مثلا، هلا كنت انا جاي من غلبون لاهمج عن طريق مرشربل، كتير عاطلة بدها شغل كتير. يعني هلا نحن عم نطلب منه على القليلة نحل المشاكل الآنية أو المسببة من زمان، زفت وما زفت. عفوا رئيس، في مشاريع محطوطة على الورق، يعني بلشتوا تكتبوا، بدكم بس عليكم تنفذوها على أرض الواقع؟ اليوم باجتماعه بجبال مع النائب كمان زياد حواد، أنا اللي فهمته، ومع الوزير كان في مع رؤساء زملاء لنا عملوا برنامج سريع لهيدا المحاولات اللي بدها يتدخل فيها الوزارة بأسرع وقت. هذا اللي بدي أقوله. نحن متأملين خير، لأن هي الزيارة كانت لازم تكون قبل وتأجلت بسبب تقني، وهلأ وقتها ومؤخرين، لأنه رح يكون عنا عيد. هلا رح يكون عنا العيد وفرص وإلى آخره، عيد الأضحى. بقى أنا برأيي بدها مجهود، وهذا موجود من قبلنا. بدنا الوزارة إن شاء الله يتجاوبوا معنا، لأن الوزير عنده كل النوايا الحسنة، وهو تقني ورجل أعمال وعارف شو لازم. إن شاء الله بنوصل قريبا على حلول سريعة لمنطقة جبيل. إن شاء الله يعطيكم ألف عافية، والعودة للزميل أجاب.